مجددا نلتقيكم أحبتي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج برستيج. ضيف حلقة اليوم شاعر وكاتب قدم للشعراء والأدباء جهدا مميزا في عمله النقابي. تابعونا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مع ضيف حلقة اليوم الكاتب والشاعر وأمين عام اتحاد الكتاب في العراق الشاعر عمر السراي. أهلا وسهلا بك في برنامج برستيج. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا لحضرتك ولأسرة البرنامج، وتحية لكل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك. أستاذ عمر، أصف لي تجربة مشاركة المبدعين العراقيين في المسابقات اللي جرت سابقا. يعني عادة المسابقة تمثل نقطة مهمة لتسليط الضوء على تجربة المبدع. نعم. سواء تسليط الضوء لكي يمنح بعدا إعلاميا مميزا عربيا أو عالميا، أو نقطة لدعم الأديب أيضا. يعني كل مسابقة لديها مردود مالي يتوازى مع المردود الإعلامي. أظن بأن العراق استطاع أن يقطف جوائز جيدة ممثلا بأدبائه وبكافة المستويات: الشعرية، السردية، الروائية، النقدية، على مستوى السيرة. كل هذه الأشياء يعني تبشر بوجود حركة ثقافية متميزة، بحيث أن النص العراقي حالما يصل إلى مسابقة من المسابقات يستطيع أن يحرز نتيجة طيبة. لذلك هذا يعني لا يخص الأديب نفسه فحسب، بل يعني الوطن أيضا، لأن هذا المنجز يجيء إلى الوطن أيضا بالطبع، لكي يفخر به الوطن بصورة عامة. نعم. شاركت بنص عمود بالصور الشعرية، اليوم كيف تمزج بين الحداثة والتراث؟ يعني أظن بأن الشكل القصيدة ذات الشطرين أو ما تسمى القصيدة العمودية، نعم، هو شكل يستوعب الطرز الحديثة والحداثة بمقتضياتها، من غياب الموضوع، من غياب القصد، من غياب الغرض، كذلك من البعد البوليفوني بالتعدد الأصوات. واستطاع الشاعر الذي يجيد التعامل مع الوزن على أن يروض هذا الشكل بحيث يكون مطواعا أزاء هذا الشيء. يعني الحداثة لا ترتبط بالشكل الشعري، ترتبط بالتقنية الشعرية وبالطرح وبالمعنى. أظن بأنني أنتمي إلى جيل معين استطاع أن يجيء بقصيدة ذات شطرين، وإن كانت تحمل من الوزن التراثي القديم شيئا كبيرا، أو هي على مسير وعلى نهج الأدباء والشعراء القدماء بأنهم ركبوا البحور الشعرية، إلا أن الطرح الشعري، المعجم الشعري، اللغة الشعرية، الموضوعات التي يتطرق لها داخل القصيدة هي موضوعات حديثة. بالتالي الشاعر هو يتعامل مع اللغة، والشاعر الجيد يستطيع أن يتعامل مع الشكل أيضا، بحيث يطرح موضوعه، سواء كان هذا الموضوع مطروحا بقصيدة ذات شطرين أو بقصيدة تفعيلة أو بقصيدة نثر أو بأي فن أو شكل إبداعي آخر. نعم. أستاذ عمر، يمكنك أن تلقي قصيدة لنا؟ يعني سأقرأ مقطع قصير بما أن حضرتك تحدثتي عن القصيدة ذات الشطرين. نعم. يعني مقطع قصير من قصيدة ذات شطرين أقول فيها: لا لن أتوب، لا لن أتوب، وإن صاح الجميع كفى، فوجهها مروة والمقلتان صفا، وغصنها همزة مالت مكابرة، لكي تشد على أقدامها ألفا، لا لست أعبدها ما أشركت لغتي، إني تقربت للباري بها زلفا. شكرا لك. شكرا. اليوم كيف يحاولون الشعراء بصنع القصيدة يعني تمثل مواصفاتك، ولكنهم يعني ينقطعون في فخ، يقعون عفوا في فخ التقليد؟ بالبداية يعني في بداية كل شاعر بالتأكيد هو يقع في فخ التقليد، لأن عملية الكتابة الشعرية وليس الشعرية فحسب، يعني الفن هو مبني على المحاكاة. يعني أرسطيا الفن مبني على المحاكاة، والمقصود به محاكاة الطبيعة. وتطور هذا الأمر لكي يحاكي الشاعر الآخر الذي سبقه. لذلك أغلب الشعراء حينما بدأوا، يعني ربما أعجبني هناك فيلم جميل لشون كونري
وهو يخرج فيه كاتب كبير، وهناك كاتب اسمه جمال يعني يقلده أو يأخذ منه. يعني يقول فيها، يقول بأن المبدع الجديد يجد حروفه عن طريق حروف غيره. يعني أغلب التجارب في البداية هو يحاول المبدع الجديد أن يجد حروفه عن طريق حروف غيره، وبالتالي تتطور هذه المسألة إلى أن يمتلك المبدع شخصيته الجيدة وشخصيته المستقلة. لكن الخوف دائما هو أن لا يتجاوز المبتدئ أو من يبدأ بكتابة القصيدة أو الشاعر أن لا يتجاوز مرحلة التقليد. كل تقليد وإن كان يعني متقنا وجيدا ومتشابها هو نسخة رديئة، لا نستطيع أن نقلد شيء، بالتالي لا وجود لشيء يشبه شيئا آخر. كل الأشياء تختلف. يعني هرقليدس يقول إنك لن تدخل النهر مرتين لأن مياه جديدة ستغمرك دائما. يعني حتى في دخول النهر نحن تغمرنا مياه جديدة، لذلك لا عبور متشابه للنهر ولا وجود متشابه لكل الأشياء. كل الأشياء تختلف فيما بينها. لذلك التعويل دائما هو أن يجد الشاعر شخصيته في البداية، لا ضير بأن يجد حروفه لدى الآخرين، ولكن عليه أن يجد شخصيته لكي لا يصبح نسخة رديئة ومزيفة عن الأصل. بالتأكيد. هل هناك توجه للعمود العودة؟ نعم تقريبا. يعني طبعا وكتبت عنها الأقلام النقدية، كتبت بصورة كبيرة وعدت العودة إلى العمود هو نكوص وتخلف. يعني كثيرا ما أشير، لأن تعرفين بأن الأدب والفن بصورة عامة يسير نحو الحداثة واجتراح آفاق جديدة مختلفة عما سبق. ومعروف بأن في العراق يعني حملت راية الثورتين. يعني الثورة الأولى جاء بها أبو تمام حينما كسر عمود الشعر وكتب نمطا جديدا. الثورة الثانية حملها السياب والرواد وكسروا القصيدة ذات الشطرين وجاءوا بقصيدة التفعيلة. بعدها جاءت قصيدة النثر لبنانية تقريبا، ولكن العراق أيضا آمن بها وأصبحت حركة كبيرة. يعني العراق باختصار هو بلد قائم على التجريد وأدباؤه قاموا على التجريد. ولكن نلاحظ يعني من عقدين أخيرين أو أكثر هناك توجه بالعودة إلى القصيدة ذات الشطرين. عد النقاد هذا الأمر يعني نكوصا، مع أني بصورة شخصية أرى بأن هذه العودة هي ليست عودة للقصائد المدرسية وليست عودة للقصائد يعني مكرورة، لا، هي عودة بشكل جديد. يعني دائما ما تكون الأشياء تعود حتى على مستوى الفاشن والملابس. يعني تلاحظون بأن يعني الأزياء تتوالد من بعضها بالطبع. يعني احنا في السبعينات كان البنطلون الذي العريض من الأسفل يعني يسموه تشارلوس، كان قبل يسموه تشارلوس. نلاحظ في التسعينات وما بعد التسعينات عاد هذا الموديل أيضا، يعني أصبح الحجم الكبير. على مستوى السيارات نلاحظ أيضا هناك سيارات كلاسيك تعود نحو القدم مرة ثانية. حتى في الأدب هو معطى فني، يعني معطى أدبي، معطى جمالي، بالتأكيد يتوالد بعضه من بعضه. جرى توجه بالعودة إلى القصيدة ذات الشطرين، وهذا أيضا له مسببات اجتماعية ثقافية سياسية، لكني ألاحظ بأن هناك وعي جديد دخل إلى داخل قصيدة العمود. ومع وجود القصيدة ذات الشطرين التي تسمى بقصيدة العمود غلطا يعني، ولكني يعني أرددها هكذا لأنها كالاسم الشائع بهذا الأمر، الأصح هي القصيدة ذات الشطرين. مع وجود هذه القصيدة ذات الشطرين الكلاسيكية القديمة التي عرفناها من امرئ القيس إلى المتنبي إلى المعري وصولا إلى الحداثة، هناك قصيدة أيضا مجاورة تؤمن بالحداثة. هناك حركة مهمة لقصيدة النثر وحركة مهمة لقصيدة التفعيلة. بقي العراق متصالحا بأشكاله ويؤدي أداء شعريا متميزا حتى على مستوى الفرد الذي يكتب قصيدة موزونة قد يكتب قصيدة نثر أيضا. نعم شكرا. أستاذ عمر، كيف تنظر إلى تجربة قصيدة النثر؟ يعني أظن بأن الخيار الحالي للكتابة هو خيار قصيدة النثر. يعني ربما يصدر هذا الأمر مني وأنا عرفت ببداياتي الكلاسيكية واستمراري على الكلاسيكية الجديدة بالكتابة، لكن الحقيقة أنا أشبه
القصيدة العمودية ذات الشطرين، القصيدة الموزونة نعم. ذات الشطرين، أشبهها بربطة عنق، بربطة العنق. هي تعطي جمالا وتقييدا في آن واحد، لكنها لون مطروح أدبيا، كما المقام العراقي لون مطروح داخل الأغنية. نعم. ولكن الأغنية العراقية ليست كلها مقام، وليس المقام كله الأغنية العراقية. والخيار الأمثل للكتابة حاليا هي قصيدة النثر. لماذا؟ لأني أشبهها بالدراجة الهوائية. أنت تستطيع أن تتحرر وأن تواكب نبض العصر عن طريق ما تكتبه عبر قصيدة النثر. طبعا الشاعر المحنك يستطيع أن يكتب كل شيء، ولكن المتلقي، الأذن الآن، هل ما زالت الأذن معتادة على الاستماع إلى القصيدة الموزونة ذات القافية المتراتبة دائما؟ هي معتادة إلى درجة ما، لكن هناك تطور على مستوى الذائقة. الآن الناس لا تبحث عن قافية تتبعها، تبحث عن نص جميل. يعني أنا ألاحظ، وأنا طبعا العالم بعد السوشيال ميديا عالم جديد، يعني ألاحظ وأنا أقلب بالمواقع ثمة إقبال نحو كلام جميل هكذا مموسق. يعني يخرج شخص يعطي نصيحة بسيطة، ليست شعرا وليست حتى قصيدة نثر، لكنه فقط هكذا يمتلك وسامة وصوتا جميلا مع مونتاج جميل وصورة جميلة، يخرج بجمالية. هناك إقبال، الناس الآن تريد رغيف شعر، تريد رغيفا تأكله، تريد شيئا تستهلكه. يعني يريد نصا يرسله لحبيبته، يريد نصا يرسله لابنه، لوالده، لوالدته. هو غير معني إن كان هذا النص قصيدة ذات شطرين أو قصيدة نثر. أجد بأن قصيدة النثر الآن وسط ما نعيشه من تراكمات وفوضى كبيرة هي أكثر لياقة داخل، أو أكثر تقبلا لروح العصر واستيعابا لروح العصر، لأنها أشبه بالدراجة الهوائية من القصيدة ذات الشطرين التي هي أشبه بربطة العنق. بالتأكيد أنا لا أستطيع أن أطلب ممن يرتدي ربطة عنق أن يمشي في وسط هذه الفوضى. يعني نحن الآن، يعني لو كان لدي مشوار غدا صباحا وأريد أن أصعد بالكيات والباصات وكذا، بالتأكيد سوف أرتدي ترنشوز وجينز وتيشيرت وملابس بسيطة. لا أستطيع أن أخذ بحقيبتي وربطة عنقي وأصعد كل هذه. الحياة كلها الآن حياة سريعة، ويعني ربما غير مستقرة كاستقرار قصيدة العمود، مع وجود الاحتفاظ بجمالية كل الأشكال. طبعا الكلام وياك ممتع، لكن برأيك مميزات الشعر العراقي كيف تكون؟ والله هو الشعر عراقي بالتالي، يعني يكتب على كل قصيدة بأن قصيدة جميلة ومبدعة بأنها صنعت في العراق. يعني بقيت المدرسة العراقية متفوقة دائما على مر الأزمان والأجيال. ظاهرتان يعني في العراق، ثلاث ظواهر ربما استطاع العراق أن يحرز كل الإبداع فيها: الشعر والعزف على العود والرسم. فقط يعني هؤلاء شكلت هذه الفنون، شكلت ظاهرة متفوقة على الآخرين. نعم. يعني لا أستطيع أن أقول الدراما العراقية متفوقة على الدراما طبعا، أو السينما العراقية متفوقة. نحن لسنا متفوقين بهذا الجانب، لكني أقولها بملء الفم. الشاعر العراقي حينما يحضر يطرد الجميع، يعني متفوق على الشاعر المتوسط المستوى في العراق. يعني سوف يصبح نجما إذا شعراء من بلدان أخرى. كذلك عازف العود العراقي، وكذلك الرسام العراقي، التشكيل العراقي. يعني هناك أشياء حبي بها العراق، وقد تكون هي بأسباب الألم المتوفر في العراق، بأسباب الحزن، بأسباب الجرح العراقي الكبير. لذلك بقي الشعر جيدا ومستواه رفيع إزاء كل القصائد الأخرى. نعم. برأيك الهواية أزاحت، يعني الشعر أصبحت من مركز اهتمام القراءة؟ صح. الرواية الآن هي سيدة الفنون الأدبية على مستوى التلقي والقراءة والتسويق. نعم. واقتناء الكتب. وإلى الآن أظن بأن الشعر تراجع كثيرا. أقصد عفوا، هل ستكون النتائج مطابقة؟ يعني على وفق المعطيات التي نلمسها. يعني أنا يعني أذهب إلى المعطيات على أم مستوى، ستخضع للسياسة؟
الرواية أظن وإن خضعت، لا شيء لا يخضع للسياسة، سواء كانت قصيدة أو رواية أو أي شيء في هذا الكون. يعني هناك حركة شد وجذب دائما، وعراك وحراب دائما ما بين العقل الإبداعي وما بين العقل السياسي. صح. لكن الرواية إذا أردنا أن نناقشها فنا بوصفها فنا، هي الآن متسيدة في الطباعة وتسويق الكتاب للأسماء المهمة. الجمهور يتلقى الرواية أكثر من تلقيه الشعر. يعني هو ليس معنيا جدا الآن بأن يقتني كتابا شعريا إلا أقله، هو معني الآن بقراءة الرواية طبعا. ولهذا أسباب، يعني أسباب أهم هذه الأسباب هو أن هذه الفوضى المنتشرة في الشارع تحتاج إلى نقطة استقرار من لدى المتلقي. يعني هذا المواطن، القصيدة كما تعرفين هي قصيدة سريعة، ممكن أن تقرأ سريعا وتسمع سريعا. بينما الرواية تجبرك على أن تجلسي، وتجبرك على أن تكون رفيقة نومك وأنت تقلبين مصدر استماع. لذلك هي تعطي الإنسان الذي يخرج في الشارع ويضيع في وسط التقنيات والتطور وزحمة أبواق السيارات، يعود إلى البيت لكي يستقر، يريد أن يجد حضنا دافئا ينام به. والرواية تعطي القارئ حضنا دافئا لكي ينام به، فضلا عن تطور الدراما. يعني الآن تطور الفيلم، تطور الدراما تقود إلى أن هناك مخرجات جيدة للرواية. يعني أنا شاعر، قصيدتي أين مصيرها؟ إما أن تلحن وتذهب لكي تصبح أغنية، وعادة بعض الألحان تسيء. والآن يعني إذا أنا أكتب قصيدة نثر، النثر لا يمكن أن يلحن، القصيدة الموزونة هي التي تلحن. قليل من الذين لحنوا قصيدة النثر وربما كانت النتيجة غير جيدة. يعني مثلا كاظم الساهر كل عام وأنت حبيبتي يا رسالة، قصيدة نثر وليست يعني موزونة. وأظن بأنها يعني لو أردنا أن نقول هل هي من الأغاني الكبيرة لدى كاظم الساهر؟ لا، ليست بقوة مدرسة الحب أو زيديني عشقا أو غير هذه الأشياء. أنا حينما أكتب لا أجد مخرجات لشعري لقصائدي، بينما إذا كتبت رواية من الممكن أن تتحول إلى مسلسل، سيناريو، إلى فيلم. لذلك الإنسان يبحث عن شيء يعطيه فائدة أكثر. الرواية الآن أكثر فائدة وأكثر وصولا إلى الجمهور وأكثر مبيعا وأكثر اهتماما. وأتمنى يعني أنا أتمنى لفن الرواية عراقيا أن يكون أكثر رصانة. يعني هناك كم ولكنه يفرز نوعا قليلا. المنى معقود على أن يكون هذا الكم يفرز نوعا أكثر مستوى، لأننا بلد، وإن عرفنا بلد الشعر فمن الجميل أن نعرف بأننا بلد الرواية. أكيد. مشاهدينا الكرام، فاصل وراجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مع الشاعر والكاتب عمر السراي. أهلا وسهلا بك مجددا. سهلا. حضرتك أنت تدرس الآن، ما الفرق بين كونك تأخذ العلم وتعطيه؟ يعني أظن بأن الإنسان دائما هو في مرحلة الدراسة. دائما أنا أضع نفسي في مرحلة دراسة. يقول لك كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. أكيد. لا أروع من أن نستزيد من العلم، ولا أروع من أن نقرأ وأن نكتب. أجمل لحظات الإنسان حينما يكون فيها متفرغا للدراسة. أنا عندي أمنية أن أكون متفرغ لكي أدرس أكثر وأدرس أكثر، لأن حياة الطلبة هي حياة جميلة، حياة منقطعة نحو العلم، نحو الكتاب، نحو الكتابة. وصداقة الكتاب صداقة أليفة، صداقة القراءة صداقة جميلة جدا تعصم الإنسان عن كل شيء. في بعض الأحيان ربما أنا درويش في القراءة، يعني أتدروش مع الكتاب. يعني أظل ربما لمدة شهر أقرأ وحدي وأقرأ كثير من الكتب. حينما أخرج إلى الشارع هذه الصدمة الأولى، صدمة الذهول، وأنت ترى من قراءة الكتاب لا، أنت تنقطع إلى القراءة وإلى الكتابة وتخرج لكي تصطدم بهذا العالم. هناك لحظة يعني لا خلينا نقول أعرف تختلف كيف. الرؤية عن اللي قريته. نعم، كل قراءة جديدة وبأي مجال تمنح الإنسان علما جديدا. صح. وتمنحه معرفة جديدة.
وتمنعه تطورا جديدا. أنت اليوم تشاهد برنامجا، حينما تذهب وتقرأ وتعود لمشاهدة هذا البرنامج أو برنامج مشابه له ستكون نظرتك جديدة. لذلك هذا ما أنا أكون مسرورا به دائما، هو أن أقرأ دائما وأن أدرس دائما. أكيد. عملك الإعلامي هل أخذك من جزءك الإبداعي برأيك؟ يعني عملت في الإعلام، لكني لم أعمل إلا في مجال اختصاصي. يعني أنا عملت في مجال الأدب والثقافة، لذلك لم يسرقني هذا العمل حتى إداريا، وأنا أمارس الإدارة الثقافية. يعني أصر دائما على أن أقدم الروحية الأدبية وأكسر الإدارة، يعني أكسر الروتين والبيروقراطية المعروفة لدى الإدارة، لأني بالتالي يعني أظن بأنني أحمل نظرية جديدة حتى في الإدارة. يعني يجب أن يكون الإنسان مطوعا للصعوبات لا تابعا لها. يعني لا هدف لي أن أكون شيئا منقادا جدا نحو الإداريات أو نحو الإعلاميات. الهدف الأساس هو أن نقدم نتاجا أدبيا، سواء كان في هذا الشأن أم في هذا الشأن. وحتى العمل الإداري والإعلامي هو عمل فني، يعني هو يمتلك فنا كبيرا، نعم. يمتلك إبداعا، وللمبدع قدرة كبيرة على ترويض كل هذه الصعاب. حضرتك تعمل باتحاد الأدباء والكتاب يعني منذ فترة طويلة. ترى العلاقة بين اتحاد الأدباء على مر السنوات الطويلة، كيف ترى ذلك؟ يعني شهادتي مجروحة باتحاد الأدباء، لأنني يعني جزء كبير من هذا الاتحاد. يعني أنا أعيش في اتحاد الأدباء أكثر مما أعيش في بيتي، يعني حقيقة. يعني أنا أعيش في الاتحاد من الصباح حتى الليل، وأبات في الاتحاد أحيانا، وأعمل بصورة تطوعية مع مجموعة من الزملاء. ما يميز اتحاد الأدباء عن غيره من المؤسسات هو أنه البيت، كل من دخله هو آمن، وكل من دخله يشعر بالأمان بأنه في بيته. يعني لا وجود لمؤسسة متسلطة أو متغطرسة، هناك ملتقى للأحبة وللمبدعين. كل شخص داخل اتحاد الأدباء هو المساهم في بنائه أكيد. والمساهم في إدارته. هذا ما يجعل اتحاد الأدباء متميزا. كذلك ما يجعله متفردا عما سواه هو أنه دائم العمل. يعني خير الأمور أدومها وإن قلت. يعني اتحاد الأدباء لم ينقطع قط، ما زال مستمرا بالعطاء. نعم. يعني أنا أتحدث من 59 وصولا إلى الآن هو مستمر. يعني لا يمر أسبوع إلا وهناك 3 جلسات أو أكثر، لا يمر شهر إلا وجود مهرجان، لا يمر شهر إلا وهناك ما يقارب 10 مطبوعات جديدة، 5 مجلات جديدة. ديمومة كبيرة وعائلة كبيرة وأسرة. سعي دائما هو أن أحول اتحاد الأدباء من كونه مؤسسة تقاد إداريا إلى كونه مؤسسة تقاد عاطفيا وجماليا. نعم. أن يكون اتحاد الأدباء هو خيار الجميع بأن يعيشوا لحظات جميلة مع عوائلهم، أسرهم، مع أصدقائهم، صديقاتهم. تظل بوابة مفتوحة، وليس للأدباء فحسب، بل لأصدقاء الأدباء ولكل محبي الأدب. يعني نحن الآن يعني أسسنا متحفا للأدباء، لمقتنيات الأدباء، لكي يأتي الجمهور ويعرف كم لديه من مبدعين. أسسنا مكتبة عامة كبيرة، ليس مكتبة أدبية متخصصة، مكتبة علمية أيضا، لكي يأتي الطلبة ويقرأوا ويستزيدوا من هذه الأشياء. يعني رؤيتي هو أن يظل الأدب وأن يظل الأدباء مصدر لإلهام المعرفة، وأن يظل الأدب زادا للآخرين وليس كرسيا عاجيا كبيرا ومبتعدا عن الناس. صحيح. أستاذ عمر، خصوصا الاتحاد، يعني برأيك شنو اللي قدمه لأعضاء؟ هل أنت راضي يعني عن ما يقدمه الاتحاد؟ بالتأكيد لا أرضى ولن أرضى. يعني خصوصا على الأداء. أنا يعني قلت لك يعني شهادتي مجروحة في اتحاد الأدباء لأنني جزء من هذا الجانب، ولكن بأقل تقدير هي مؤسسة لا تمتلك دعما، هي تعمل بمقتضياتها البسيطة، لكنها تستطيع أن تطبع سنويا ما يقارب 250 كتاب.
تستطيع أن تقدم سنويا 10 مهرجانات كبيرة، مهرجان المربد، الجواهري، ملتقى السرد، مهرجان الحبوبي، مهرجان أبو تمام، وعلى مختلف الوطن والعراق. يقدم اتحاد الأدباء شهريا في بغداد وفي فروعه في المحافظات ما يقارب 50 جلسة وندوة جديدة. يساهم بتطوير ورش. نعم. يصدر 4 مجلات عفوا، الأديب العراقي، الكاتب السرياني، الكاتب التركماني، الكاتب الكردي، يصدرها بصورة فصلية. يصدر جريدة، يتواصل مع أعضائه، يتواصل، له رأي وموقف إزاء ما يجري من الوطن. كل هذه الأشياء أظن بأنها أشياء لربما قلت في زمن ما، إلا أنها عادت للحضور بصورة كبيرة، وهذا هو دور الاتحادات. شخص لديه موهبة يريد أن ينتمي إلى جماعته وأن يحتك بهم، فرصة الاحتكاك جميلة ومتاحة، ونقطة الجذب أيضا نقطة جاذب. يعني الآن القصيدة، الشعر، جمهورنا ليس من الأدباء فحسب، بل من الجمهور والناس والعائلة أيضا. نعم. ما الذي تتمناه اليوم من اتحاد الكتاب؟ أنا أتمنى لاتحاد الأدباء أن يعطى الفرصة الكافية لكي يدير أمور أكثر. يعني اتحاد الأدباء يقدم إشارات ونصائح وعصارة فكر أرباب الكلمة الحرة والأصيلة. يعني يحمل اتحاد الأدباء من القوى العقلية ما يمكن أن يفاد منها في مستوى بناء الدولة. نعم. يعني أتمنى أن نمتلك دولة تستطيع أن تعمل باستراتيجية مهمة، بحيث تسأل أرباب الاختصاص عن كل هذه الأمور. يعني بأبسط شيء، وكان يقولها الكبير الدكتور علي الوردي، يقول: حينما تمرض تذهب إلى الطبيب، وإذا كانت العين تؤلم تذهب إلى طبيب العيون، إذا كان بطنك يؤلمك تذهب إلى طبيب الباطنية. الآن المشكلة التي يعاني منها الوطن هي مشكلة معرفية، لذلك إذا أردنا أن نعالجها علينا أن نذهب إلى أرباب الاختصاص، وأرباب الاختصاص هم الأدباء والكتاب، لأنهم هضموا الفكر وعرفوا التاريخ وأخذوا الخبرة والعبرة، ويعطيك معلومات جيدة لو اتبعها صاحب السلطة يستطيع أن يقطع على نفسه ويخفف على شعبه كثيرا من المعاناة وكثيرا من الأوقات والأزمان. نعم. حضرتك أنت كشاعر كيف تنظر إلى الأدب السرياني في العراق بصورة عامة؟ بصراحة لم أجد أدباء متمسكين بأدبهم وثقافتهم كالأدباء السريان. حقيقة يمتلكون ولاء جميلا إلى شيء عظيم اسمه العراق. أولا وطنيون لدرجة كبيرة، محبون لشعوبهم، محبون لأرضهم وناسهم، ومحبون للحركة الأدبية، محب لكل إصدار، محب يريد أن يقرأ كل شيء جديد، يتواصلون بجمال مهم. لدينا نخبة من الأدباء العراقيين السريان ما يمكن ما يفخر به الوطن دائما. طبعا في اتحاد الأدباء لدينا مكتب متخصص بالثقافة السريانية، يعني مكتب الثقافة السريانية. هذا المكتب يعني فيه مجلس إدارة، ويقوم بطباعة مجلة الكاتب السرياني والتقويم السرياني سنويا، ويقيم أكبر مهرجان سرياني أدبي وهو مهرجان أكيتو الذي يقام سنويا. هذا اتحاد الأدباء يقيم به رأس السنة البابلية الأكادية أكيتو من 1/4 إلى 12/4. حاضرين كل الموجود بما يخص الأعياد والمناسبات طبعا بالتأكيد. وأكيتو هو ليس عيدا سريانيا، هو عيد وطني، عيد وطني كبير. يعني في معرض الحديث عن اختيار يوم وطني للعراق، أنا عني أرشح أكيتو، لأنه أقدم عيد يتفق عليه الجميع، ولا يمثل المسيح أو السريانية فحسب، يمثل الأكدية، البابلية، السومرية، الآشورية، يمثل الجميع، يمثل هذه الأمة، بلاد النهرين يمثلها. لذلك يعني على مستوى الأدب لقد استطاع الأديب السرياني أن يكون عنصرا معبرا وفاعلا وجميلا ومنتجا للثقافة، سواء كتب الأدب باللغة العربية الفصيحة أو كتبه باللغة السريانية التي هي أيضا جميلة على مستوى النص والقراءة والتلقي والاستماع. علاقة الاتحاد بأعضائه من المسيحيين، يعني برأيك هل هم متواجدون على الساحة الثقافية؟
بالتأكيد متواجدون، يعني قلت لحضرتك يعني للأمين العام نائب مهم، هو نائب الأمين العام رئيس المكتب الثقافي السرياني. نعم. وهناك مكتب ثقافي سرياني متخصص، ولدينا اتحاد خاص اسمه اتحاد الأدباء السريان، يعني تحية لهم لرابي روند بولس ولرابي أكد مراد ولكل الأحبة، والرحمة لروح يعني والمجد لروح القدير زهير بهنام بردة. يعني قبل أيام أنا كنت في الموصل، ذهبت إلى بغداد، لا أستطيع أن أمر بنينوى إذا لا أذهب إلى الحمدانية لكي أزور العائلة، يعني عائلة القدير زهير بهنام بردة وشقيقه هيثم بهنام بردة، فضلا عن أسماء كبيرة توالت وموجودة، يعني الأب إنستاس الكرملي، القدير الفريد سمعان، يعني أسماء. يعني أنا عني بدراسة الأكاديمية درست الهوية في شعر الفريد سمعان، وعشت مع الهوية المسيحية والهوية الثقافية الإبداعية وموقع الكنيسة وموقع الإبداع. لم أجد لدى الأدباء السريان إلا رؤية وطنية موحدة ومحبة لهذا البلد، لذلك هم من العناصر التي يفخر بها وطنيا دائما، واتحاد الأدباء يضعهم في أولويات عمله وفي قلبه دائما، ويرعى النشاطات ويدعمها ويتواصل معها بقدر ما يستطيع دائما. استاذ عمر، شنو اللي ينقصهم حتى ينتشرون كما تنتشر يعني الثقافة على الساحة الثقافية والفنية؟ يعني هي الثقافة بحد ذاتها بصورة عامة في العراق هي بحاجة إلى إنعاش أكبر، بحاجة إلى عناية أكبر. نعم. فكيف بثقافة مكونات؟ يعني الآن نتحدث عن عدد كتاب أقل عددهم ممن يكتب باللغة العربية، لذلك تحتاج الثقافة السريانية إلى دعم أكبر، إلى تمكين أكثر. يعني تحتاج أن تكون هذه المهرجانات أن لا تكون في مناطق تواجد السريان فقط، تحتاج أن تكون في مناطق لا تواجد لهم فيها، لكي تكون أشبه بإيصال رسالة. يعني أنا دائما أتمنى أن يقام مهرجان أكيتو في البصرة، في الناصرية، في ميسان، في ديالى، في الأنبار، في بغداد، في النجف، في كربلاء، في كل هذه البلدان. كذلك عن ثقافة الأيزيديين والثقافة التركمان والكرد. يعني ليس من الواجب أن نقيم المهرجانات في أماكن تواجد الشعب المتخصص به أو أرباب اللغة، بل علينا أن نقيم الفعاليات الفنية خارج هذه الأسواق. هذا الشيء لو أريد له أن يكون ظفيرة فكرية تدعم بصورة مهمة من لدن أرباب التوجه أو السلطة الثقافية لكي ينفذ على أرض الواقع. آليات التنفيذ موجودة والقادرون على تنفيذه موجودون. نحتاج إلى إيصال قناعة إلى من يدير الملف السياسي في البلد بأن هذا الأمر هو الذي سوف يوصل فكرة الوطن إلى الآخرين، بأننا وطن مهم متعدد الأعراق، متعدد المكونات، متعدد الطوائف والإثنيات، لأن الوحدة ليست في التشابه، الوحدة تكون في التنوع وائتلافه. الهوية لا تصنع من أن أكون شبيها لك، الهوية تصنع من كوننا نختلف أحيانا. صحن السلطة يعني على بساطة مكوناته لكن بتنوعه يكون جميل دائما. صح. أكيد. طبعا احنا قناة العراقية السريانية تهتم بالأدباء والكتاب المسيحيين. اليوم يمكنك رسم خارطة لهم أدبيا، وبرأيك أين هم الآن؟ طبعا أولا شكرا لكم، يعني أنتم تمثلون رافدا مهما من روافد دعم هذه الثقافة، والأمنيات أن يكون اهتمام أوسع وأكبر، يعني من لدن الطاقات وليس يعني في الشبكة الوطنية العامة. نعم. يعني على مستوى الشبكات الوطنية الأخرى أيضا أن يكون اهتمام بثقافة هذه الشعوب. وأتمنى أن يصدر قانون لحماية، يعني إعطاء حماية بصورة أكبر وإعطاء حقوق بصورة أكثر، لأننا نتحدث عن مكونات تحتاج إلى رعاية، يعني تحتاج إلى رعاية بحكم الوجود القليل. يعني عدد الذين هاجروا من الوطن كثر، المغريات خارج الوطن كبيرة، والأمنيات أن لا يكون الوطن فارغا يعني من هذا المكون المهم الذي هو المكون الوطني الأصيل
نعم. والدليل على ذلك الأديرة والكنائس وأماكن العبادة المنتشرة، أماكن كثيرة يعني منتشرة في كل الوطن، ليس في شماله أو في سهل نينوى أو ما إلى ذلك، لا، موجودة من جنوب العراق إلى شماله. كل هذه الأشياء مهمة جدا. أتمنى أن يزاد هذا، أن يكون هناك منهاج أو عهد حكومي أو يمثل الدولة العراقية لرعاية هذه المكونات المهمة في الوطن. نعم. كيف يمكننا اليوم التعاون لخدمتهم إعلاميا، وهل خصوصا إذا كانوا داخل العراق أو خارجه برأيك؟ طبعا أشرت إلى منطقة مهمة ألا وهي خارج الوطن. يعني نؤمن بأن عدد كبير من الكتاب السريان أو من المسيح الذين يكتبون باللغة العربية هم خارج الوطن. هذا شيء فرض علينا بسبب السياسة، سابقا وحاليا فرض بسبب السياسة، بعض الهزات التي مرت بالوطن اقتصاديا أو أمنيا. لذلك يجب أن تفتح عيون هناك. كل أدبائنا، وأنا بتواصل دائم مع أغلب أدبائنا ممن هم خارج الوطن، يعني لديهم حلم العراق ولديهم رغبة في أن يكونوا شركاء في بناء هذا الوطن. لا ضير أن يكون في مكانه، وشيء جميل أن يكون سفيرا للثقافة العراقية في مكانه، لكنه يحتاج إلى طباعة كتاب، يحتاج إلى مشاركة في مهرجان داخل الوطن لكي يعود إلى وطنه حاملا تجربته، يحتاج إلى فرصة عمل في مكانه لخدمة الثقافة، أو فرصة عمل في وطنه إذا أراد المجيء. كل هذه الأشياء يعني لا تتعلق بالإدارة الثقافية فحسب، بل تتعلق بإدارة الدولة بصورة عامة. ما هو برستيج الشاعر عمر السراج؟ يعني لربما لا أمتلك برستيجا، أنا هكذا كائن تلقائي. أكيد لازم عندك برستيج. هي قوانين، ربما يعني قوانين اللياقة وقوانين، يعني برستيجك اليومي كيف يكون؟ أوكي، يعني أنا يعني كائن مبكر، أنهض مبكرا دائما، قد أكون أنهض في 6 صباحا. نعم. أنام قليلا، يعني لا أنام كثيرا. أذهب إلى العمل، كائن مشدود إلى العمل دائما. أعرف بأني ولا أتعب بسهولة، يعني أستمر دائما بالعمل لساعات طويلة. ما هو السبب؟ لا أعرف، يعني قد يكون يعني مرض مزمن، يعني مرض العمل المزمن. لا أستطيع يعني لفترات طويلة أنت تعمل؟ أعمل جدا لفترات طويلة. أنام قليلا، يعني أنام تقريبا 4 ساعات ليلا فقط، وأعمل طيلة الساعات الأخرى، وألوم نفسي إذا لم أجد عملا أثناء هذه. إذن متى تكتب الشعر؟ الشعر يأتي، يعني الشعر من خلال يأتي. عملك؟ نعم، يعني يأتي. يعني أنا أقول لك، يعني الآن أنا لا أستطيع أن أكتب رواية، لأن الرواية تحتاج إلى استقرار وهدوء أكثر وانقطاع عن العمل، بينما الشعر لا، الشعر يأتيك من حيث لا تدري. صح. كهطول المطر المفاجئ، يجبرك على أن تترك كل شيء وأن تذهب وتختمر الفكرة وأن تكتب شيئا، أو أن تعود إليه بصورة أخرى. صح. يومي موزع ما بين، أنا يعني أدرس في معهد الفنون الجميلة، فأمارس وظيفتي معلما ومدرسا وأستاذا، ما بين عملي الإداري وعملي النشاطات، يعني سواء المحوسبة أو النشاطات الميدانية الأخرى، الزيارات الميدانية للأدباء والتواصل معهم، زيارة المرضى. قد يكون أكثر شيء مظلوم في حياتي هي العائلة، لأني يعني لا أراها كثيرا. يعني ما لها حصة ما يعني بين السفر. نعم لها حصة، لكني يعني كثيرا ما أكون مسافرا ما بين البصرة، موصل، كركوك، أنبار، خارج الوطن، بحكم الشغل اللي حضرتك أنت، يعني بحكم الواجب بهذه الأشياء. لذلك يعني الأيام يعني برستيجي صعب، يعني ربما ترتيب الوقت هو ترتيب صعب. أتمنى أن أمتلك وقتا أكثر أو يوما بساعات أكثر، يعني وهذه أمنية أتمناها دائما، ولكن بالتالي هذا الذي أستطيع أن أقدمه. لا أحب الراحة كثيرا، أحب العمل دائما. بالتوفيق إن شاء الله. يمكنك تقديم نصوص شعرية جديدة للبرنامج؟ بينما كنا صغيرين
بينما كنا صغيرين بعيدين على السطح ننام، اقتسمنا القمر وهو بدر قبل أن يصغر في غفلتنا. لي هلال وهلالان لها، ونثرنا ما تبقى من شظاياه فصارت دررا، وصعدنا نحو حبر الغيم ساعات عليه، وتمرغنا لديه، ونزلنا قبل أن يصحو أهلونا، وضعنا عمرا. هكذا مرت أمانينا قطارا فقطارا فقطار، وذوى الثلج على شباكنا الوردي من قبلة نار، وكبرنا وتعلمنا بأن نعشق غيرينا، وأن نلتف في كل مدار. يا إلهي ليتنا في السطح ما زلنا صغار. الله عشت بك. شكرا. شكرا لك. شكرا. كلمة أخيرة أستاذ عمر. شكر لحضرتك، شكر للأساتذة والزملاء الذين يعني أتعبناهم وهم يديرون دفة هذا البرنامج إعدادا وتقديما وتصويرا وإخراجا ومونتاجا. الشكر للمشاهدين الكرام، يعني تحملوني على هذه الدقائق التي ربما ستكون دقائق جميلة أو مزعجة، لا أدري، هم أصحاب هذا الذوق. الشكر لشبكة الإعلام العراقي لأنها تمتلك قناة مهمة متخصصة بالأدب السرياني، وبالتأكيد تقديمك وأداؤك الجميل. شكرا لك. شكرا. احنا سعيدين اليوم بتواجدك وبرنامج برستيج، نتمنى لك كل الموفقية والإبداع. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.